السلام عليكم. مع حضراتكم مهندس علاء أحمد، دعم فني شركة شورى للكيماويات. إن شاء الله إحنا حلقة النهاردة بكل اختصار عن أحد المركبات الفطرية الحيوية في مصر، وهو مركب بايو كنترول تي 34. المادة الفعالة فطر تريكوديرما سبريلم 34، سلالة 34. الجرام الواحد بيحتوي على مليار خلية جرثومية من هذا المبيد. الحقيقة بيكافح العديد من الأمراض الفطرية المتعلقة بأمراض التربة وأيضا المجموع الخضري، أهمها العفن الأبيض، عفن جذر القرنفلي في البصل، عفن الرقبة في البصل، لفحة الإسموفيليوم والبيض الزغبي في البصل، وأيضا العفن القطني والبيض الزغبي في الخيار. المركب برضو من أحد أهم مميزاته إنه بيهاجم الفطريات من خلال عمل شبكة حوالين مجموع الجذور، وبالإضافة إنه بيمنع الفطريات من الحصول على الغذاء. وأيضا بيشتغل أيضا على الأجسام الحجرية الثمرية اللي هي بقالها الأجسام الحجرية بتاعة الفطريات اللي هي بقالها سنين في التربة، وبيفتتها. بالإضافة إن هو طبعا عندما يتم رشه على المجموع الخضري بيرفع صفة المقاومة الجهازية لدى النبات، وبيجعل النبات مقاوم للعديد من الأمراض المجموع الخضري. في حالة استخدامه يتم استخدامه بمعدل 85 جرام لكل 100 لتر مية. بالإضافة أيضا إن هو بيشتغل برضو على لفحة الكمون اللي هي الأرترناريا، وبالإضافة للفيوزاريوم بتاع الكمون والريزوكتونيا، وبيشتغل على البيسيوم والماكروفومنا. يتم رشه بمعدل 85 جرام لكل 100 لتر مية، وعندما يتم حقنه في نظام الري بالتنقيط يتم استخدامه بمعدل 250 جرام للفدان. شكرا لحضراتكم.